أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ سلوى جودة. يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. يا حبايبي، شايفين الوصفة الجميلة دي؟ الوصفة دي المخروطة، وصفة جميلة من وصفات الزمن الجميل. كانوا بقى يعملوها لنا في الفطار، يعملوها لنا في العشاء، وممكن في الغدا بس بالشوربة والبط بقى والحاجات الجميلة بتاعت زمان دي. يلا بينا بقى نشوف الوصفة الجميلة دي اتعملت ازاي، ومين الست الريفية الجميلة اللي عملتها لنا. شايفين جمال المخروطة؟ أكنها كنافة. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يبارك لها. تحفة بجد، تحفة تحفة. في الحقيقة في ست ريفية كده جميلة كده من الناس أهل الريف الجمال بتيجي تزورني، وقالت لي أنا بعرف أعمل المخروطة والرقاق والفطير وكل بقى المعجنات بتاعت الزمن الجميل. فقلت لها طب اعملي لنا المخروطة، الولاد بيحبوها. وفعلا بقى إيه عملت لي المخروطة زي ما انتوا شايفينها كده، بجد مبدعة. انا بعملها، بس يعني هي بالامانة مبدعة فيها. وانا كنت مصورها لكم بطريقتي، بس هنزل لكم طريقتها هي. هنا بقى الكيلو الدقيق يا حبايبي بياخد مجين وربع ميه. المج اللي هو بتاع الشاي اللي بنشرب فيه الشاي، المج الازاز. 2 وربع، ومعلقه يعني لا مليانه ولا فاضيه. معلقه صغيره ملح، يعني معلقه مش هرميه قوي ملح، بس كده. وضروري الدقيق يتنخل، ضروري. نخلنا الدقيق، والدقيق ده متعدد الاستخدامات. تمام. وادي بقى هي بتعجن بالميه. هي بتنزل تدريجي على فكره، ما بتنزلش مره واحده. عملت معيار، هي بتعمل بالبركه على فكره. انا اللي خليتها تعاير وصممت ان هي قلت لها لا ما ينفعش، لازم حبايبي وبناتي يعرفوا المقدار عشان يعرفوا يعملوها. احنا ما بنعرفش نشتغل كده. المهم عايرتها لكم. اللي زي ما قلت لكم بقى كيلو الدقيق مجين وربع ميه، وهي عجنتها هي بسم الله ما شاء الله عليها. حتى ما رضيتش تستخدم العجان على فكره، قالت لي لا انا متعوده اعجن بايدي. وشغاله بقى هي بتعجن. العجينه بتاعت المخروطه بتبقى قاسيه شويه عشان تعرفي تشكليها. شايفه هي قاسيه في ايديها اهي، شايفه عامله ازاي؟ هي بقى عجنتها حلوة قوي، وكورتها وسابتها ترتاح شوية. اي كيس عندك افتحيه وحطيه اهو. انا جبت كيس عادي اهو، فتحته وحطيته، وهتغطي الحلة بالغطا بتاعها وهتسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. العجينة ارتاحت. هتبتدي بقى تشتغل فيها. بعد ما ارتاحت بتشغلها تاني زي ما انت شايفة. انا بسرع التصوير لان الفيديو كان طويل قوي، كان هيبقى طويل قوي عليكم، فانا بسرع التصوير. وهتبتدي بقى تقطع العجين. هتشوفوها دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبتدي بقى تقطع. بسم الله. هي هتعمل لكم بالمكنه، هتفرد بالمردنه، وهتوريكم واحده تفردوها في المكنه. عشان اللي ما بتعرفش تستخدم المردنه هي هتوريكم دلوقتي. بس القطعيات الكبيره دي هتفردها على ايديها. وهي بقى بسم الله ما شاء الله ايديها ميزان، القطعات كلها قد بعضها، وعامله لكم واحده صغيره اهي. وفردت بقى الكيس تاني، وغطيته لها اهو بالغطا عشان العجينه ما تنشفش. هي طلعت واحده اهي. حطت دقيق. تمام. انا عايزه اقول لكم ان هي قاعده على طبليه، هي ما بتعرفش تشتغل على ترابيزات، ووفرت لها طبليه وهي شغاله عليها دلوقتي.
بتفرد بقى اهو الدقيق زي ما انت شايفة. انا مسرعة لكم التصوير. هي بسم الله ما شاء الله عليها أستاذة فطاير ومخروطة. شايفة بتفردها اهي. وضروري تكون العجينة قاسية زي ما انا قلت لكم. وعلى فكرة هي عجنت بمية فترة، خلت العجينة ارتاحت بسرعة. فترة حبايبي مش سخنة، مية فترة. وبتقطعها اهي، بتقسمها اهي عشان تبتدي ايه تحطها في مكنة المخروطة. بصوا بتتنيها ازاي. هي رشة دقيق عشان ما يلزقش ببعضه. اهم حاجة رشة الدقيق، رشة على خفيف كده، بس دي اللي بتفصل العجينة عن بعض عشان ما يلزقش. بترش دقيق تاني اهي. ومكنة المخروطة فيها بكرة، دي فيها ارقام بتعملي منها، بتوسعي وتضيقي على اساس ان بتحدد لك سمك العجينة. وعلى فكرة انا هقول لكم ازاي تفرزوا المخروطة، وازاي لما تسقع ترجعي تسخنيها تاني وترجع طازة اكنك لسه عاملاها. كملي معايا لاخر الفيديو، هو طويل شوية بس قايله لك كل التفاصيل. هي دلوقتي عاملاها على اضيق حاجة خالص، وبتفرد، بتعيد الفرد على نفسها تاني. يعني فردت بالمردنة وبتعيد الفرد، لان هنا بقى بتطلعها رقيقة خالص، وهو ده اللي مخليها عاملة زي الكنافة. انا وريتها لكم هي بتقلبها في المصفى، بجد خطيرة، بجد حلوة جدا جدا. من الخطوة الأخيرة بتاعت ان دي الفرد. كده بقى هتبتدي تخرط المخروطة، تشكلها في الناحية المشرشرة. هوريها لكم بالتفصيل اهي. شايفين الشرشرة اللي فيها اهي. وفي العريضة دي بتعمل برضو ايه اشكال عريضة شوية. شايفة المخروطة نازلة عاملة ازاي وهي شغالة هي في المكنة. بتنزل المخروطة. هي دي الطريقة، مفيش اي حاجة تانية غير ان احنا هنسويها. وصورتها لكم اهي من اتجاه تاني اهي. ودي الفطيرة التانية اهي، بتبططها لكم بايديها اهي. دي اللي هتعملها في المكنة على طول، هتفردها في المكنة. عملتها على اوسع حاجة، حتى ملاحظين مفتوحة ازاي. عملتها على اوسع حاجة. وبتفرد البتاع دي، هتفردها 3 مرات العجينة عشان ما تستخدميش المردنة. ضيقت شوية على المتوسط، وبرضو اهي شايفين اهي. هتضيقها بقى على اضيق حاجة خالص، وبرضو هتفردها تاني. بصوا بتبدرها بالدقيق عشان ما تلزقش. كل الدقيق ده هنستفيد بيه، مفيش حاجة هتترمي اهي. بتعمل اخر مرحلة اهي. شايفين هتنزل معاها شكلها ايه اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله. هي شغالة اهي. بعد ما فردتها اهي، دي اللي هي عملتها في المكنة على طول. وما تقلقوش خالص، الدقيق ده كله هتستفيد بيه. هي بسم الله ما شاء الله عليها مش بتهدر حاجة خالص. بصوا هتحطها في المنخل اهي، تنخلها هتنزل كم الدقيق الزيادة وهتبقى زي الفل اهي. بتنخل اهي، الدقيق بقى الزيادة كله بينزل منها. بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا عاملة، بصوا زي الكنافة في ايديها ما شاء الله. شايفين عاملة ازاي. الخطوات دي بتطلع في الاخر المخروطة طرية قوي، بتبقى طرية وجميلة. بعد السوا بتبقى طرية خالص. هنا بقى ادي اللي هو حلة البخار. لو انت بقى عندك الحلة البخار اللي متعودين عليها شغليها. انا عندي واحدة بس مش بحب اعملها. انا عندي مصفى اهي على قد الحلة، حطاه فيها وكبسها فيها، مش محتاجة اي حاجة. لو حسيتي بفرق بين المصفى والحلة قفليها بالعجين وشريط كده الزقيه عليه، هتتقفل خالص. لو هي محبوكة زي دي خلاص. هي نزلت بالعجينة اهو بالمخروطة، وفرطتها من بعضها وغطيتها. بسم الله ما شاء الله. مفيش، هي معلية النار على الاخر، معلية النار على الاخر، بتستوي بسرعة.
على بال ما بتشتغل في فطيرة بتكون واحدة استوت. ومسكتها بقى فرطتها كده من بعضها وغطيتها. قالت لي بعد ما تتفرط لازم تتغطى شوية ونسويها يعني. مفيش يعني دقيقة، مفيش، بسرعة اهي بتفرطها اهي من بعضها اهي. شايفين عاملة ازاي في ايديها؟ بسم الله ما شاء الله. بقى جهزي حتة قماشة قطن، حطيها في الطبق اللي هنطلع فيه المخروطة. وفعلا حطيت لها حتة قماشة. هتطلع بقى عليها كده ايه المخروطة بتاعتنا ايه، وهي بقى سخنة كده لو حد هياكل وهي سخنة كده. خديها بقى كده عليها حتة سمن بلدي وقلبيها فيها بسرعة، بس كده ولا اي حاجة تاني. عايزة بقى تحطي عسل، عايزة تحطي سكر بودر، عايزة تحطي مكسرات، عايزة تحطي جبنة قديمة. انا عندي منونة بتحبها جدا بالجبنة القديمة والمش. اي حاجة تخطر على بالك عايزة تاكليها بيها. لو عندك شوربة بس ما تحطيش عليها حاجة سخنة قوي عشان ما تعجنش. العسل بقى والسمنة. السمنة ضروري تتحط عليها وهي سخنة كده عشان تسيح فيها. شايفين بسم الله ما شاء الله. نيجي بقى لما بنعمل المخروطة ويفيد عندنا حبة. لو كمية مش كتير ممكن بقى ايه، بس لما تبرد وتتهوى خالص ما تحطهاش في التلاجة وهي سخنة. نحطها بقى في علبة كده ونغطيها ونشيلها في التلاجة. طب لو الكمية اكتر يبقى نحفظها في اكياس الحفظ بتاعتنا بتاعت الفريزر ونقفلها حلو قوي. وناخد على قد الوجبة، يعني ما تحطيش كله في كيس واحد، على قد الوجبة بقى كده. جزائي الأكياس بتاعتك وشيليها في الفريزر. بتقعد بالشهور، صدقوني بالشهور، وبترجع تتسخن وترجع طازة أكنك لسه عاملاها دلوقتي. ومش عايزاكم تستغربوا ان انا عاملة الفيديو ده على مرتين، لان في مشاهد سقطت مني وانا الولاد طلبوها مننا تاني وعملتها تاني. وجمعت لكم بقى ايه الفيديو اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا بقى نشوفها بتتسخن ازاي. انا فعلا دلوقتي بسخن للولاد. الحله حطيت ربعها ميه، والحله اللي سويت فيها المخروطه نسيت اقول لكم هي اكبر حله عندي، وحاطه ربعها ميه عشان الميه لو غلت وطلعت على المخروطه هتعجن. عشان كده بنحط حبه صغيرين. وكل شويه بقى ايه يعني آه، كل كام مرة كده بترفعي المصفى وتشوفي المية خلصت ولا لسه، عشان المية بتتبخر بسرعة. وبحط برضو مصفى على قدها. المصفى دي صغيرة عندي على قد الحلة دي. بسخن بقى، بنزل اهو شايفينها نازلة من الكيس اهي. بس لازم في المرتين في التسوية وفي التسخين تكون المية بتغلي قوي. ما تحطيش بصفة خاصة العجين بتاع المخروطة في اول مرحلة. ضروري تكون المية بتغلي قوي. واحطها بقى كده واغطيها شوية. هتسخن وهترجع اجمل من الطازة، هترجع طرية وجميلة جدا. تخنت اهي زي ما انت شايفة، وبفضيها في طبق وبحط لها حتة السمنة بتاعتها. ضروري برضو باكد عليكم هي دي ما بتتاكلش الا بسمنة بلدي عشان طعمها يبقى حلو. وممكن بقى تحطي عليها شوية عسل زي ما قلت لكم، ممكن تعمليها بلبن. بتبقى طعمها حلو قوي. يا رب بقى أكون قدرت أفيدكم بالمعلومة الجميلة والوصفة الجميلة، وصفة الزمن الجميل دي. أستودعكم الله وأشوفكم على خير في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.